تحية طيبة. رواية على مرمى بشر رواية أقل ما يقال عنها أنها مثيرة لشغف القراءة لدى القارئ، بداية من العنوان الذي عمل فيه الروائي على إزاحة كلمة من أجل إحلال كلمة محلها، لينقلب معنى كلمة على مرمى حجر التي تومئ أو تعني ببساطة قرب الشيء قاب قوسين أو أدنى، إلى معنى آخر أكثر ارتباطا بمضمون النص بهذا القدر أو ذاك على مرمى بشر. البعد الإنساني في الرواية يتمثل في عدة مناح، منها ما يتعلق بانسداد الأفق نتيجة عدة عقد اجتماعية حالت بين تحقيق حلم السارد أو الراوي في الارتباط بفتاة من طبقة أخرى غير الطبقة التي ينتمي إليها، وهذه من العقد الاجتماعية التي عمل النص بجدارة على تسريدها من أجل لا أقول نقل الواقع ولكن محاكاة الواقع، من أجل تجاوزه، لأن هذا الواقع الذي لم تؤدي إلى تحلله تماما ظروف انتقال المجتمع الصحراوي والمجتمع البيضاوي بشكل عام من ظروف البداوة إلى ظروف الاستقرار. لا تزال التراتبية الاجتماعية الموروثة عن ظروف تاريخية ترتبط بشربوبة إلى آخره، التي أفرزت نوعا من الهرمية الاجتماعية، لا تزال حاضرة في المخيال الاجتماعي، ولا تزال مع كامل الأسف تحكم لا أقول فقط التمثلات ولكن السلوكات. هذه ناحية مهمة في النص بالنسبة لي، لأن الرواية التي لا تخلخل ولا تزرع القلق فيما يتعلق بكل شيء مستقر، كل بنية ثابتة، خاصة البنى الثقافية التي يميل المجتمع أحيانا كثيرة إلى إضفاء نوع من الثبات عليها. هذه ليست رواية نقد، رواية يعني تهدف إلى النقد الاجتماعي. الرواية التي تصف الواقع فقط دون أن تتخذ بهذا القدر أو ذاك موقفا من الواقع، لا أقول ليست ذات اهتمام ولا لا تثير الاهتمام، ولكن ليست بنفس الدرجة ونفس القوة التي تحظى بها رواية تخلخل بنى اجتماعية راكدة. أتذكر مثلا رواية أثارت جدلا كبيرا، جزيرة الغلمان، رواية مغربية لأحد الكتاب الذين رحلوا إلى دار البقاء. سبب الضجة، أنا لم أطلع على النص، ولكن سبب الضجة هو أن هذه الرواية كشفت المسكوت عنها. من نواحي أخرى تثير الرواية في مخيلة وذهن الناقد إشكالية تجنيسها. من الصعب جدا أن نعتبر أن هذه الرواية رواية عائلية، وإن كانت العائلة حاضرة في النص فهي ضامرة ضمورا يتناسق ويتساوق تماما مع التغير الاجتماعي
الذي تعمل الرواية على تطهيره، بحكم أن المجتمع ظهرت فيه ظواهر جديدة ليس أقلها سوءا انتشار المخدرات والزطلة في مجتمع صحراوي محافظ. وهذه أيضا من الأمور التي عمل النص على تطهيرها. ولا يمكن القول أيضا أنها رواية شخصية، لأن الشخصية الرئيسية في النامية في النص، وإن كانت تبقى بقيت إلى نهاية المطاف داخل النص متعلقة بحلمها في الارتباط بتلك الفتاة التي شغلت خيال الراوي أو الشخصية، لكن لا أعتقد أنها رواية شخصية. هل هي رواية اجتماعية؟ إلى حد ما، وإن كانت تصنيفات النقاد للروايات الاجتماعية لا تنطق عليها تمام الانطباق. ويبقى سؤال تصنيفها، إن شئنا تصنيفها قائما. هناك عدة مؤشرات يمكن أن تساعد في تصنيف الرواية، لكن أعتقد أنه من الصعب الحسم في تصنيفها. وإن كانت هذه إشكالية التصنيف لم تعد تشغل بال النقاد كما كانت من قبل، لكن على مستويات أخرى يمكن أن تدرس الرواية على مستوى النقد الثقافي. فهي رواية تثير كثيرا من التيمات التي يمكن دراستها من منظور النقد الثقافي، خاصة ما يسميه الناقد أيمن بكر السرد المكتنز، بمعنى أن السرد دائما يستضمر طبقات لها خلفية ثقافية لا يمكن أن يستبينها الناقد إذا لم يكن على إحاطة وعلى علم بالثقافة التي يصدر عنها الكاتب. هذا المصطلح النقدي الذي نحته أيمن بكر في كتابه انفتاح النقد الأدبي، انفتاح النص الأدبي، انفتاح النص الأدبي يصلح مفتاحا من مفاتيح القراءة. وكما ينفتح النص النقدي على عدة تصورات وحصائل نظريات ونظريات النقد والتيارات المختلفة، يبقى النص الروائي منفتحا على أكثر من قراءة. شكرا جزيلا. السلام عليكم. أرحب بصديقي العزيز الروائي الجميل وسعاب هلالي، وأشكر قبل ذلك الرواية المسافر على هذه الالتفات الجميلة إلى أدب الصحراء من خلال 3 استضافات حتى الآن، خصوصا استضافة أيضا الروائي الجميل صديقي أيضا أحمد بطاح. بالنسبة للأستاذ وسعاب هلالي، طبعا جمعتني به مدينة العيون وتقاسمنا الهم الأدبي وتحدثنا كثيرا ونحن على اتصال دائم في هذا المجمار. عرفته رساما ومصورا وفوتوغرافيا وأيضا قاصا، إلا أن العلامة الفارقة كانت هي الرواية. له عدة روايات، غير أن على رأسها طبعا الرواية المطبوعة من طرف إبيلي حين فازت بمرتبة عليا في هذه المسابقة الكبيرة. الرواية طبعا قرأتها مبكرا، وللشرف أن أكون من الأوائل
الذين قرأوا هذه الرواية، وأزعم أن نجاحها هو نجاح محلي، لأنها يعني حاورت أمور تتعلق بمجال صحراوي، خصوصا في مدينة مثل مدينة السمارة، وأيضا نجاح عربي لأنها تطرقت لمجموعة من القضايا ولامست بعض الطابوهات وناقشت بعض الأمور الحساسة وعلى رأسها العنصرية. أتمنى لصديقي العزيز مسارا متميزا ومستمرا، وننتظر روايته التي أسر إلي بأنه يشتغل عليها الآن، بالإضافة إلى رواية في أدب الفتيان، وأيضا أمور أخرى لابد أن يتحدث عنها الأستاذ بوسحاب أهل علي من خلال هذا اللقاء الذي نتابعه بشغف. شكرا جزيلا لكم جميعا. مساء الخير جميعا، أتمنى أن تكونوا بخير وعلى ألف خير. بخصوص شهادتي للروائي والصديق بوسحاب أهل علي، كما عرفته وكما قرأته من خلال روايته على مرمى بشر، التي أحسست من خلالها بميلاد روائي يعني كبير على مستوى الصحراء، لا سواء في تناوله للقضايا التي تهم هذه المنطقة، ولا سواء بإلمامه بأنواع الشخوص التي يمكن أن ينبثها هذا الفضاء. فمن خلال روايته على مرمى بشر نستطيع أن نحس يعني بالتنوع الإنساني الذي تعج به الرواية من خلال شخصيات متناقضة، شخصيات يعني متنوعة، شخصيات تعبر عن طبقات اجتماعية يعني متفاوتة ومتغيرة. شهادتي أيضا تنم عن يعني إقرار بميلاد روائي إن شاء الله سيكون له مستقبل على مستوى الكتابة الروائية. وأكثر ما يبهرني في هذا يعني الروائي والصديق هو تنوعه أيضا في تعاطيه للكتابة الروائية إلى جانب التصوير الفوتوغرافي، إلى جانب يعني الفن التشكيلي. يعني هذا يعبر عن سعة على مستوى الموهبة. إذن أحييه بحرارة وشد على يديه، وشكرا جزيلا للرواية المسافرة التي أتاحت لي هذه الفرصة للتعبير عن تقديري وعن شهادتي لهذا الصديق المبدع. مساء الخير السادة الكرام في الرواية المسافرة. سعيد بأن أتحدث عن الصديق الكاتب بوسحاب. نحن أمام طبعا تجربة شبابية تخط طريقها بالكثير من الجدية وبالكثير من الحماس. بوسحاب فنان مبدع أتيح له يعني كروائي ما لم يتح لغيره من الشباب، على اعتبار أنه مهتم بالفن التشكيلي، مهتم بالدراما، مهتم بالصورة الفوتوغرافية، يقرأ باللغات العربية الفرنسية الإنجليزية ويتقنها بشكل ممتاز. هذه الروافد طبعا مجتمعة يعني تسند وتعضد تجربته بقوة وتعطيها فرادتها. وهذا طبعا من قرأ عمليه لا العمل الصادر والقريب الصدور هو يكتشف أننا أمام يعني واحد نمط في الكتابة مشبع بالكثير من الموارد الفنية والثقافية المتنوعة. كما أن وجوده طبعا في مدينة العيون، ومدينة العيون ساحة يعني تنصير فيها ثقافات متنوعة، طبعا الثقافة الصحراوية إلى جانب ثقافات روافد أو مكونات الثقافة المغربية
نحن هنا طبعا أمام نسيج جمعوي اجتماعي متنوع قد لا يوجد في مساحات أخرى في هذا الوطن، أتيح في العيون، أتيح للبسحاب أن يكون قريبا جدا من هذا التنوع الاجتماعي. وكل هذه الأشياء طبعا جعلت من تجربته متميزة. هذا طبعا فيما يتعلق بالخلفيات المؤسسة لتجربة الكاتب بسحاب. ما يتعلق بمظاهر فرادة هذه التجربة، أفترض أو أني أدعي كون أعمال أو مسرود أو منجز بسحاب هو منجز يتميز بلغته الاستثنائية، لغة يعني رطبة سلسة حداثية بين قوسين، تنزع نحو المعتاد اليومي يعني، وتقطع مع التراكيب الكلاسيكية المتينة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعيدة بلقائكم رواد الرواية المسافرة، المبادرة الخلاقة في الشأن الثقافي. موضوعنا اليوم هو بعض الانطباعات التي كونتها عن رواية الأديب والروائي بسحاب أهلعلي على مرمى بشر. هي قراءة بسيطة، ولكن أتمنى أن تكون قد يعني حاولت تقريب القراء من هذه الرواية، لأني كنت سعيدة بقراءتها. تمسح رواية على مرمى بشر كيمياءها من الخلفية الواقعية التي ذكرت كل عناصرها، فالكاتب حاول أن تكون روايته شاهدة وشهادة على مكان وزمان وشخوص، وجعلهم ينتصرون على أي تصوير روائي قد يوغل في الرمزية وفي الغموض، وكأنه يرمي حجرا في بركة الواقع الصحراوي الآسنة، حيث العلاقات الاجتماعية والتداعيات السياسية تحفر خدوشا وتترك ندوبا في النفس البشرية الراغبة في المصالحة مع الذات والمستقبل، في احترام حذر للطافحات الماضوية التي تعرقل المسير. والرواية بالتالي لبنة تستريح على مقعد وثير في خارطة الرواية الصحراوية. ولعل في التمايز الطبقي الذي يحدد ملامح العلاقات والمضايقات الأمنية التي تخنق الأنفاس والأزمات الاقتصادية التي تعيشها الأسر، كل ذلك لون الرواية بمداد أسود، جعل الشخصيات ترفل في نوع من التيه والغربة الداخلية، حيث البحث عن مساحات من النور والفرح من أجل إضاءة العتمة وبث روح التغيير. الرواية على مرمى بشر تخترق بجرأة غير مسبوقة بنيات المجتمع الصحراوي القائمة على تراتبية طبقية بين فئات مجتمع تختلف مكانته ووظائفه وحجمه داخل المجتمع حسب الانتماء العرقي، وتسلط الضوء على فئة المعلمين تغوص في أتون تلك التضاربات التي لا تلتقطها أعين الغرباء عن المجتمع البدوي الصحراوي الذي يبدو متماسكا في ظاهره وفيه ما فيه من عوامل الفرقة. تسائل الرواية على مرمى بشر هذه الظواهر الاجتماعية وتحاكمها من خلال ذلك الحب المحرم الذي يجمع بين شتيتي فئتين اجتماعيتين، العلم والبطاله. تحاسب تلك المرجعيات وعقلها تلميذ، وتفتح لها باب محاكمة إنسانية انسيابية تجلد من خلالها ذلك الصمت والسكوت. تسائل الرواية أيضا عتمات سنوات الرصاص في فترة ما بعد الاستقلال والسجن، وبعد مظاهر الاختطاف القسري وكل اعتلالات التناقضات، من خلال شخوص تجر خيبات الماضي وتتطلع إلى المستقبل
ولعل الرواية صرخة تغيير. كانت هذه قراءة بسيطة أو انطباع عن رواية على مرمى بشر للكاتب الشاب مسحاب أهل علي من الأستاذة فتيحة قنجور المعروفة فيسبوكيا بفاتحة حمدي. شكرا لكم على الإنصات، وأتمنى أن أكون قد وفقت في هذه القراءة. شكرا لكم جمهور الرواية المسافرة. ظلت الصحراء موئلا خصيبا ارتفعت فيه أعمدة خيام الشعر، وشيدت مضارب القصيد سنين عددا، حتى ظهر فيهم جمهرة من الكتاب راهنوا على كتابة مختلفة تلوذ بالسرد لتشيد واحات قشيبة في أرض الإبداع الفسيحة، سقياها من ماء مزن المثابرة والجدية والإلمام العميق بقضايا الإبداع وإبدالاته. من هؤلاء الكاتب مسحاب أهل علي الذي جاء على مرمى بشر ليدشن مرحلة جديدة في الكتابة الروائية بالصحراء، لعل من سماتها النضج، الواقعية والجرأة. تضرب الرواية موعدا مع قرائها في مدينة السمارة، القلب النابض والمنسي للصحراء، لتعري مجتمعا تنوء به المتناقضات عبر حكاية عشق عصي تتشابك حولها خيوط الطبقية، أحلام الشباب، السياسة، البطالة، الدعارة في ميزان التمدن والبداوة. ولأن على مرمى بشر كتبت بالكثير من المتعة والشغف، فإن قارئها سيكون مسرنما بحبال المتعة، وهو ينقاد إلى دهاليز متاهاتها الجميلة والآسرة، وهو ما حدث لي بالضبط مع هذه الرواية. وأنا على يقين بأنني لو قرأتها مرة أخرى سأقرأها بنفس المتعة التي قرأتها بها للوهلة الأولى. إنها رواية تشكل إضافة نوعية في المشهد الروائي ببلادنا، لذلك تستحق أن نضعها بكل فخر بين صفوف الكتب الأثيرة في خزاناتنا. عرفت الرواية في الأدب والموروث الشعبي الحساني على أنها الحكاية، وقد شابه ما شاب سائر الألوان الأدبية الأخرى من تطور وتأثر بالثورة الأدبية العربية في القرن العشرين. وبالرغم من كونه تراثا شفاهيا لا ماديا، استطاع الأدب الصحراوي عموما في لون الرواية أن تبزغ شمسه أخيرا كنظيرتها العربية. ويعتبر الروائي الشاب أهل علي مسحاب من المبدعين الشباب الذين عرفوا بهموم الشباب الصحراوي في بيئته البدوية، وما فرضته عليه حتمية التغيير بأسلوب رشيق وجريء، حيث استطاع أن يضع بصمته الخاصة في الأدب العربي في قالب من الأحاسيس الجياشة تتنوع بين الحب والخوف، الغضب والاندفاع، الجنون والثورة، الرغبة في الانعتاق من القيود التي تفرضها عليه الأعراف والتقاليد، ومحاولة التمرد عليها أو الهروب منها من خلال شخوص الرواية. وقد استطاع الروائي الشاب أن يسلط الضوء على واقع المجتمع الصحراوي من خلال الإنسان البسيط الشاب محمد علي الذي يمثل الفئة المهمشة، ومريم الفئة التي تأخذ بزمام الأمور، وكيف تحيلنا هذه التجربة العاطفية على مجموعة من التساؤلات والاحتمالات المفتوحة.
لعل أهم ما تعلق بذهني وبقي راسخا في ذاكرتي بعد مطالعة رواية على مرمى بشر للكاتب الشاب الصاعد بوسحابة هلالي هي علمه وإحاطته بكون كل كاتب يجب أن يقدم قيمة مضافة من خلال أي عمل أدبي مهما كانت بساطته أو مهما كان جنسه. بالنسبة لرواية على مرمى بشر فقد سلط الضوء على إحدى القضايا العميقة التي كانت وتعتبر لا زالت صراحة، يعني إذا ما عرينا الواقع لا نزال نجد أن هذا المشكل واقع إلى يومنا هذا ويعاني من الصعوبة في مواجهة التحديات المترتبة عنه. في مجتمعنا الحساني الهرم الديموغرافي صراحة يتأسس على ما هو قبلي، وما بين هذه الشرائح القبلية نجد قبائل أخرى لا زال يعتصرها الألم والإحساس بالميز فيما يخص المصاهرة مع بقية القبائل. هذه الرواية سلطت الضوء على أعتبره أحد أهم الطابوهات الخطيرة التي لا يزال لم يستطع الزمن ولا الشباب عبر العقود في تحدي هذا الخط وتحطيمه للأبد، حتى وإن كانت هناك استثناءات في أن يتزوج مثلا على سبيل المثال يتزوج شاب من قبيلة ما أو تلك الشرائح القبلية التي لا تزال تعاني من بعض الميز كما قلت، فأن يتقدم ويتشجع ليتزوج فتاة من قبيلة أخرى ليس بين تلك القبيلتين أي علاقات ود ومصاهرة، فإنه وإن حدث وقام بتحقيق هذه الرغبة سيجد الكثير من التحديات والعراقيل إلى أن يعيش مرارة إن صح التعبير، إلى من رحم ربك ممن حالفه الحظ في أن يصنع لنفسه قوقعة في عائلته الصغيرة. كانت هناك أيضا مجموعة من ملاحظات حملتها ملاحظات اللي استنبطتها من خلال قراءة هذه الرواية، لكن معالجة هذا الطابوه أعتقد أنها سابق في الأدب الحساني، وقد رفع الكاتب سقف التحدي في الكشف عن المزيد من الطابوهات في هذا المجتمع ومحاولة معالجتها. أيضا من بين الطابوهات التي كشف عنها الكاتب بوسحابة هلالي والتي تناولها بشكل سلس وبديهي للغاية حتى يكاد القارئ لا يتفطن إلى أنه قد تعرض إلى تجاوز خطوط حمراء لدى مجتمع السمارة، وهي المدينة الحاضنة لأحداث هذه الرواية. وبالمناسبة فمدينة السمارة تعتبر من أكثر المدن محافظة، أقصد مجتمعها من أكثر المجتمعات المحافظة والتي لا تزال تتمسك بما استطاعت بالعادات والتقاليد المحافظة التي تسوم جميع المجتمعات العربية الأصيلة عموما. لكن ظاهرة تعاطي المخدرات واكتراء المنازل من قبل الشباب الذين يسعون إلى تفريغ هذه أو فنقول أن بما أن كل ممنوع مرغوب فإنهم يقومون بعدة عادات في خلال هذه المنازل، فتجد رجالا لهم عائلات وأبناء يقومون باكتراء المنازل فقط ليمارسوا عادة التدخين أو ليقوموا أو ليستمتعوا بألعاب إلكترونية. هذه العادة طبعا تعتبر عادة سلبية وغير محترمة من قبل الجيل الأول، لكن الشباب يعتبرها متنفس وإذا عمت هانت. لكن مجتمع السمارة لا يعترف بها كثيرا ويفضل أن يتعامل معها بالنكران والجحود، فالاعتراف بها يعتبر وقاحة وبالتالي مقبول مع الوقت. استطاع الكاتب أن يتناول هذا الأمر بشكل سلس على مدار أحداث الرواية وقد كان تناوله موفقا جدا.